واحنا صغيرين كنا فاكرين اننا اول ما نكبر هنبقى اغنياء، وان اكيد الحظ مش هيسيبنا، وان الظروف هتساعدنا اننا نحقق احلامنا. بس لما كبرنا اكتشفنا ان لا الحظ ولا الظروف كان ليهم دور في حياتنا، وان الموضوع كان قلة ثقافة وقلة وعي لحاجات لا احنا ولا اهالينا وقتها كنا نعرفها. وده اللي شرحه روبرت كيوساكي في كتابه الاب الغني والاب الفقير، الكتاب اللي وصلت مبيعاته ل 32 مليون نسخة حول العالم. روبرت كيوساكي امريكي من اصل ياباني، اتولد سنة 1947 في جزيرة هاواي الأمريكية، ألف 16 كتاب وباع منهم 26 مليون نسخة حول العالم. روبرت رجل عصامي بدأ من اللا شيء، مستثمر ومحاضر تنمية بشرية ومليونير بعد إفلاس. أسس شركات كتيرة وباعها، وتعرض للإفلاس أكتر من مرة، لدرجة إنه وصل بيه الحال إنه ما كانش عنده مكان يسكن فيه، واتجه لإلقاء المحاضرات، ومن وقتها ابتدى نجمه يلمع من جديد. روبرت هيعرفنا في كتابه النهاردة على حقائق بسيطة، زي مثلا مين هو الغني ومين هو الفقير. الغني هو اللي مصاريفه أقل من إجمالي دخله، يعني مثلا لو كان دخله $1000 فهتلاقي مصاريفه مش بتعدي $600، وبكده هيقدر كل شهر إنه يوفر مبلغ معين. إنما الفقير هو اللي دخله مش بيكفيه، لأن كل فلوسه بتروح في المصروفات، يعني مثلا لو كان دخله $1000 فهتلاقيه بيصرف $1500، وبالتالي مش هيعدي الشهر عليه إلا وهو مستلف ومديون. وغالبا ده بيحصل مع أغلب الموظفين، وده بيثبت إن الوظيفة مهما كانت فبتكون زي المسكن اللي بتعالج بيه مرض مزمن طويل الأمد، وإن الوظيفة ما هي إلا مجرد وهم وفكرة اتزرعت جوانا من الطفولة وفضلت تكبر معانا. أهالينا كانوا فاكرين إن الوظيفة هي الأمان والمستقبل والحصن اللي هيحمينا من غدر الزمان، بالظبط زي ما اتقال لهم من أهاليهم وهم قدنا. الفكرة موروثة من زمان، لكن الحقيقة إن مهما كانت الوظيفة مرموقة فهيجي وقت هتلاقي نفسك كبرت وعجزت، ووقتها هتتركن على جنب وهيجيبوا حد مكانك. والكاتب هنا بيسأل سؤال: أنت ليه بتضيع عمرك تطلع السلم الوظيفي لحد آخره؟ ليه السلم كله ما يكونش بتاعك؟ بمعنى تاني، أنت ليه بتشتغل موظف في شركة؟ ليه الشركة دي ما تكونش شركتك؟ المشكلة سببها إن مادة إدارة المال ما تعلمناهاش في المدارس، وإن الجملة المكررة اللي ممكن تسمعها من كل الناس اللي حواليك هي ذاكر عشان تدخل الجامعة وتشتغل في شركة كبيرة، لكن محدش قالك ذاكر عشان تدخل الجامعة وتكون صاحب شركة كبيرة. احنا بنكرر نفس اللي اهالينا عملوه، هو نفس الفكر. مفيش شك ان الفلوس بتجيب القوة، لكن الاقوى انك تتعلم الطريقة اللي بتشتغل بيها الفلوس، ازاي تجيب فلوس وازاي تحافظ عليها وازاي تستثمرها وازاي تسيطر على مصروفاتك. تعرف ايه اللي بيسبب الرعب لأي موظف؟ هو انه ممكن في اي لحظة يفقد وظيفته، وساعتها مش هيكون عنده اي مصدر دخل تاني يجيب منه فلوس، هو بس بيعتمد على مرتبه اللي بيقبضه كل اول شهر، ولو بطل يشتغل لأي سبب هيبطل يقبض. روبرت كيوساكي بيعلمنا في الكتاب ده 6 دروس مهمين جدا: الثقافة المالية، الثقافة اللي محدش علمها لنا واحنا صغيرين، ازاي تجمع الاصول اللي هتكون السبب في التدفق المالي، وازاي تقلل من انك تشتري حاجات مش ضرورية، حاجات ممكن ما تكونش محتاجها هتخليك مع الوقت تخسر كل فلوسك. روبرت بيحكي قصته وهو صغير ما بين نصايح ابوه الاستاذ الجامعي واللي هو في الكتاب الاب الفقير، وما بين نصايح والد صديقه رجل الاعمال العصامي واللي هو في الكتاب الاب الغني. الكتاب بيقدم لك 6 دروس هتتعلم من خلالهم ثقافة جديدة ما كنتش تعرفها ومحدش علمها لك قبل كده. حضر فنجان القهوة بتاعك ويلا بينا. أخطر حاجة ممكن تعملها في حياتك إنك تدور على الحاجات المضمونة وتبعد نفسك عن المخاطرة. عدم المخاطرة هي المخاطرة في حد ذاتها، لأنك بتفوت على نفسك فرص كبيرة وبتفتكر إن المضمون هو الاختيار الأنسب، لكن في النهاية بتكتشف العكس، لكن للأسف بعد فوات الأوان. الفرص الكبيرة بتعدي قدامنا، لكن مش هنقدر نمسكها إلا بالتجربة والمخاطرة. الأغنياء بيعملوا كده، الأغنياء بيخاطروا ويكسبوا ويخسروا، وبعد فترة بيقدروا يفرقوا ما بين الفرصة الحقيقية والفرصة المزيفة. ولو عايز تبقى واحد منهم خلي ده أسلوب حياتك، ووقتها مش هتشتغل علشان الفلوس، انت هتخلي الفلوس هي اللي تشتغل علشانك. لو عايز تبني برج، أول حاجة هتعملها إنك هتحفر في الأرض علشان تحط أساس قوي يشيل المبنى دوت. لكن لو عايز تبني كوخ خشب صغير، كفاية إنك تدق الأرض وتسويها وتبني عليها الكوخ. أغلب الناس دلوقتي اللي عايزين يغتنوا بيدقوا الأرض ويسووها علشان يبنوا عليها برج كبير من غير أساس، والمقصود هنا بالأساس هي الثقافة المالية. وهنا لازم تتعلم قاعدة مالية مهمة جدا، اتعلم الفرق بين الأصول والخصوم. على قد ما القاعدة دي تبان بسيطة، لكن أغلب الناس بيجهلوا بيها،
وده اللي بيخليهم يدخلوا دوامة الديون والمعاناة والفقر. اللي بيميز الأصول عن الخصوم هي الأرقام، ولو ما كنتش بتعرف تفهم الأرقام فعمرك ما هتقدر تميز ما بينهم. في علم المحاسبة لو مش بتقدر تفهم الأرقام فهتكون بالظبط زي اللي بيردد كلام وهو مش فاهم معناه. وبشكل مبسط الأصول هي اللي بتحط الفلوس في جيبك، والخصوم هي اللي بتخرج الفلوس من جيبك، وده الفرق اللي بيسبب المعاناة المالية لكتير من الناس. لو عايز تكون غني ركز في حياتك على شراء الأصول، ولو ما عملتش كده فهتكون يا إما من الطبقة المتوسطة أو من الطبقة الفقيرة، وده اللي بيخلي طبقة الموظفين عايشين في معاناة مستمرة. وده مش عشان قلة الفلوس، لأ، ده بسبب إنهم بيصرفوا كل فلوسهم في الخصوم. وتعالى نعمل مقارنة بسيطة بين الفقير والغني. الفقير الوظيفة بتدخله راتب بيتصرف على الأكل والشرب واللبس والإيجار والضرايب، وفي النهاية الأصول لا شيء والخصوم لا شيء. الطبقة المتوسطة الوظيفة بتدخله راتب بيصرف على الأكل والشرب واللبس والإيجار والمواصلات والضرايب. النتيجة الأصول لا شيء والخصوم بطاقة الائتمان والقروض والأقساط. أما الغني فالأصول عنده هي أسهم البورصة والعقارات والملكية الفكرية، والدخل بتاعه توزيع الأرباح والإيجارات وحقوق استغلال الملكية الفكرية. ونيجي نبص على الخصوم، مفيش خصوم. الأمثلة دي بتقولك إن طريقة تصرفك في دخلك هي اللي بتحدد أنت هتكون في أي طبقة من دول، وده اللي بيفسر إن الفقراء اللي بتنزل عليهم ثروة من السماء ليه بعدها بيرجعوا فقراء تاني، ونفس الشيء للموظف اللي مرتبه مع الوقت بيزيد لكن برضه تاني بيرجع يشتكي من الديون وقلة الفلوس. وعشان تقدر تحدد أنت غني ولا فقير اسأل نفسك السؤال ده وجاوب عليه. لو سبت شغلك النهاردة هتقدر تعيش كام يوم بالفلوس المتبقية معاك؟ افتكر دايما القاعدة اللي بتقول الأغنياء بيشتروا الأصول، والفقراء ما عندهمش إلا الديون والمصاريف، والطبقة المتوسطة بيشتروا الخصوم وهم فاكرين إنها أصول. حافظ على وظيفتك اليومية لكن في نفس الوقت اهتم بأعمالك الخاصة. سنة 1974 وافق راي كروك مؤسس سلسلة مطاعم ماكدونالدز إنه يقابل طلاب جامعة تكساس علشان يعمل لهم محاضرة، وفي المحاضرة سألهم تفتكروا أنا بشتغل إيه؟ وبعد صمت رد واحد من الطلاب: راي أنت بتشتغل في مجال إعداد الوجبات السريعة. فرد عليهم وهو مستغرب: هو ده كل اللي تعرفوه عني؟ أنا بشتغل في مجال العقارات. شركة ماكدونالدز هي أكبر شركة في العالم، بتمتلك عقارات ومحلات. أي منطقة بتفتح فيها مطعم جديد من مطاعم ماكدونالدز أسعار العقارات فيها بتزيد بسبب المطعم ده. لكن راي عارف كويس إنه لازم يختار المكان اللي بيفتح فيه المطعم بتاعه. راي بيبيع حقوق استغلال اسم ماكدونالدز بنظام التعهيد فرانشايز. ناس بتدفع مبالغ كبيرة مقابل استغلال اسم ماكدونالدز والتدريب على المعدات اللي هتخليه يعمل نفس المنتجات اللي بتقدمها باقي مطاعم ماكدونالدز. المكسب الحقيقي هنا بيجي من الفرانشايز مش من بيع السندوتشات. في فرق كبير بين وظيفتك وبين عملك. روبرت كان بيشتغل في زيروكس، كان بيبيع ماكينات تصوير الورق، واجتهد في شغله جدا علشان يستثمر فلوسه في مجال العقارات. وبعد 3 سنين لما زادت عوائد العقارات عن عوائد دخله ساب وظيفته وابتدى يركز في شغله الخاص وهو الاستثمار في العقارات. نصيحة روبرت: ما تصرفش مرتبك كله، اشتري اي حاجة من الاصول، الحاجات اللي مش لازم نكون موجودين فيها بنفسنا علشان نكسب منها، زي مثلا اسهم في البورصة، المحافظ الاستثمارية، العقارات، حقوق استغلال الملكية الفكرية، اي حاجة قيمتها مع الوقت بتزيد زي الذهب مثلا. روبرت شايف ان شخصية روبن هود شخصية محتالة اللي كان بيسرق الاغنياء علشان خاطر الفقراء. بيقول ان السرقة هتفضل سرقة بغض النظر عن السبب. وبرغم ان روبن هود رحل من زمان الا ان اتباعه عايشين بينا، واللي بيقولوا ليه الاغنياء مش بيدفعوا للفقراء وان لازم يدفعوا ضرائب اكتر عشان هم معاهم فلوس اكتر. لكن في الحقيقة الاغنياء ما بيدفعوش ضرائب اصلا، واللي بيدفع الضرائب هم الفقراء وأصحاب الطبقة المتوسطة. الأغنياء خبرة جدا في لعبة المال، وقدروا بمهارتهم إنهم يمرروا عبء الضرائب للطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة. يعني لو مثلنا الأغنياء في صورة شركات ومؤسسات، السفر للخارج تحت اسم رحلة عمل وهي معفية من الضرائب وبتدخل في بند المصاريف التشغيلية. العربيات الفخمة بتحمل ملكية الشركة وتدخل تحت بند المصاريف. العزومات والحفلات والوجبات تحت بند ولائم الأعمال، وهكذا. رأس مال الشركة يحل اسم الأسهم وهي معفية جزئيا من الضرائب. إنما الموظف فبيدفع ضريبة على المرتب، وبيدفع التأمينات الاجتماعية، وبيدفع التأمينات الصحية وحاجات تانية كتير. وده بيحصل لأن بمنتهى البساطة الأغنياء فاهمين قواعد لعبة المال كويس جدا.
روبرت كان دايما يسأل الناس اللي بتحضر محاضراته مين فيكم يقدر يعمل ساندوتش أحسن من اللي موجود في ماكدونالدز أو برجر كينج، فيرد أكتر من شخص ويقول أنا أقدر أعمل كده. فيسألهم تاني طيب ليه مش بشوف أساميكم على محلات منافسة ليهم؟ فما كانوش بيعرفوا يردوا. الإحساس اللي جواك بعدم قدرتك هو اللي بيوقف ناس كتير مكانها ومش بيخليهم يتحركوا لقدام. جراهام بيل الشاب الصغير اللي اخترع وقتها أعجوبة جهاز نقل الصوت وخد براءة الاختراع، وبعدها فضل يدور على شركة كبيرة علشان تمول مشروعه. اختار وقتها شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال، واللي كانت أكبر شركة وقتها، واللي عرض عليهم بيع جميع حقوق اختراع التليفون مقابل $100,000، لكنهم رفضوا العرض بعد ما اتريقوا عليه. لكن رجع جراهام وقرر انه يعمل شركته الخاصة AT&T اللي دلوقتي هي رابع أكبر شركة اتصالات في العالم، واللي وصلت وصولها لمليارات الدولارات. كل واحد منا جواه قدرات عظيمة مستنية بس نسمح لها بالخروج، لولا بس الشك الداخلي وقلة الثقة بالنفس. في الزمن الحقيقي اللي احنا بنعيشه دلوقتي مش الأذكياء هم اللي بينجحوا، لا، الشجعان. النجاح دايما مع اللي عنده الشجاعة والمخاطرة والمغامرة. طيب اسأل نفسك كده، عملت كم مخاطرة في حياتك؟ وآخر مخاطرة عملتها بقالها قد ايه؟ لو احترت في الرد على الأسئلة دي هتعرف انت ليه لسه واقف مكانك. السبب اللي خلى روبرت يشتغل في زيروكس هو عشان يقدر يتغلب على عادة الخجل اللي كانت عنده، وكمان الخوف من الرفض. ولما بقى متمرس في المبيعات وكسر عادة الخجل جواه، استقال من وظيفته وابتدى في شغله الخاص. وفي الوقت اللي كان فيه أصدقائه بيخرجوا ويلعبوا، كان هو بيدرس خطوط التجارة مع دول جنوب شرق آسيا عشان يعرف اقتصاد كل بلد فيهم ويشوف هيقدر ازاي يستفيد من التجارة معاهم. أغلب الناس بتفتكر إن الوظيفة هي الأمان والاستقرار، وهتلاقيهم بينصحوك إنك تفضل أكبر فترة ممكنة في وظيفة واحدة، فاكرين إن بالشكل ده هتكون موظف خبير، ولكن في الحقيقة أنت بتثبت لهم إنك عبد مطيع. زمان الفكر ده كان حاجة إيجابية، لكن النهاردة بقى التنقل بين الوظائف المختلفة حاجة مهمة، لأن بالطريقة دي هيكون عندك جوانب مختلفة من المعلومات اللي محتاج تعرفها لو هتبدأ في شغلك الخاص. وزي ما بيقول روبرت، يجب أن تعرف القليل عن كل شيء. ممكن تكون عندك الشجاعة والمعرفة المالية، لكن في حاجات تانية ممكن تعطلك وتبعدك عن النجاح. مفيش حد عاقل مش بيخاف من خسارة الفلوس، ده أمر طبيعي وفطري خصوصا مع الأغنياء. روبرت بيقول إنه ما قابلش واحد غني إلا لو كان اتعرض للخسارة أكتر من مرة، لكن قابل فقراء كتير جدا ما كانوش بيخسروا فلس واحد لأنهم مش بيحبوا المخاطرة. الخوف عمره ما كان مشكلة، المشكلة هو ازاي تتعامل مع الخوف ومع الخسارة ومع الفشل. الفرق بين الغني والفقير هو ازاي بيتعامل كل واحد منهم مع الخوف. من واقع خبرة روبرت في الحياة والتدريب، لاحظ ان النجاح غالبا بيجي بعد الفشل والخسارة، وده اللي بيخليك تشوف ناس كتير محرومين من النجاح بسبب خوفهم من الخسارة. واستخدم وقتها مثل أمريكي بيقول: الكل يريد الذهاب إلى الجنة، لكن الكل لا يريد أن يموت. في الزمن اللي احنا فيه ومن سنين فاتت اتعرضنا لظروف اقتصادية صعبة جدا، بقينا متشائمين بالوراثة، مش بنشوف غير المصايب والكوارث ومش بنفكر إلا من الجانب السيء من المعادلة. سنة 1996 اتصل صديق روبرت عشان يبلغه إن أسعار البترول هتزيد، وفضل يقنعه بالأسباب والإحصائيات اللي بتثبت كلامه، وطبعا لو ده حصل هيأثر بشكل كبير على البيزنس بتاعهم. وفضل صديق روبرت مرعوب ومستني الكارثة لما تحصل، لكن لما اقتنع روبرت من صحة كلام صديقه قعد يدور على أي شركة بتنقب عن البترول، ولما لقاها اشترى فيها 5000 سهم بسعر 60 سنت للسهم الواحد. وفي بداية سنة 1997 يعني بعد كام شهر تقريبا وصل سعر السهم ل$3، وكسب روبرت أكتر من 5 أضعاف المبلغ اللي دفعه، ولسه السعر بيزيد. صديق روبرت فضل يفكر في المصيبة لحد ما عقله وقف عن التفكير، لكن روبرت فكر ازاي يستفيد من ارتفاع سعر البترول ويحول الأزمة لمكسب. والفرق ما بينهم ان كان واحد متشائم جدا والتاني كان عنده بصيص من الأمل. لو ما كنتش مشغول بشغلك فانت اكيد مشغول بالفرجة على التلفزيون او بلعبة على الكمبيوتر او دردشة على الموبايل، وده اكبر اسباب الكسل، وهو الانشغال طول الوقت. وعلاج الكسل ده من وجهة نظر روبرت هو القليل من الجشع. من وجهة نظر ناس كتير ان كلمة الجشع ليها معاني سيئة كتير اتعلمناها من اهالينا ومن المجتمع. الاب الغني روبرت لما كان ابنه يطلب منه حاجة كان يقول له انا ما اقدرش اجيبها لك، ويحول السؤال تاني لابنه ويقول له ازاي انت تقدر تشتريها بنفسك. الجزء الاول من الرد بيقفل التفكير جوه العقل، لكن الجزء التاني من الاجابة هتخلي الابن يفكر.
الأب الغني عارف إن مقولة أنا مش هقدر أجيبها لك دي كدبة كبيرة، لأنه بالفعل يقدر، لكنه بيكسر الكسل جوه عقل ابنه عشان يفكر ويبدأ يشغل عقله. من صغرنا اتعودنا على إن اللي بنطلبه من أهالينا كان دايما يتقابل بالرفض بشكل لا يقبل النقاش، وكانت بالردود المعتادة: لأ، مش هينفع، مش هنقدر. والطريقة دي قفلت باب التفكير جوه عقولنا، فكبرنا واحنا متعودين إن مستحيل نحقق اللي بنتمناه، وحتى لو اتحقق يجيلنا شعور بالذنب وتأنيب الضمير، وكأن اللي عملناه ده كان جشع. روبرت بيحكي عن والده الغني اللي كان بياخد نصيبه الأول قبل دفع أي التزام، ولما يبدأوا أصحاب الحقوق في مطالبة حقوقهم لما بيتأخر عليهم في السداد، ده كان بيخليه يفكر إزاي يزود دخله عشان يسدد المستحقات اللي عليه لأصحابها. العقل لما بتسيطر عليه فكرة معينة، الشخص بيحاول يلاقي لها حل ولو بعد سنين. لو دفعت مستحقات الغير قبل مستحقاتك هتفضل تعمل كده على طول، لكن لو أخدت جزء من الاستثمار لدخلك الشهري أكيد هيجي يوم وتسدد فيه كل ديونك. درب عقلك على التفكير في زيادة مصدر دخلك وخليها بالنسبة لك عادة. الغرور بيساوي حب النفس مع الجهل. أحيانا بنلجأ للغرور عشان نداري عدم معرفتنا بحاجة ما نعرفهاش. لما يكون في حاجة ما تعرفهاش اعترف بعدم معرفتك بيها، واجمع معلومات واستعين بخبراء عشان تحول جهلك ده لمعرفة. ودلوقتي من حقك تسأل: ازاي ابدأ الاستثمار؟ كلنا اتعلمنا ازاي نشتغل عشان نجيب فلوس، لكن محدش علمنا ازاي نخلي الفلوس تشتغل عشاننا. لازم تركز على الدوافع اللي هتخليك غني وتخليك ترفض انك تعيش موظف اجير طول حياتك. لازم تكون في رغبة جواك ان يكون عندك شغلك الخاص، لان من غير سبب قوي ودافع اقوى مش هتقدر تحقق اي حاجة في حياتك. استثمر وقتك في انك تتعلم ازاي تزود دخلك وازاي تتعلم الاستثمار. اختار اصدقائك بعناية. اتعلم من الغني والفقير. اتعلم من الغني هو عمل ايه علشان يبقى غني، وتعلم من الفقير ايه اسباب فقره وما تعملهاش. ما تمشيش مع القطيع وتتصرف زي الناس اللي حواليك. لازم يكون عندك فكر مستقل. ابعد عن اللي بيصدروا لك خوفهم من المخاطرة والمغامرة والخسارة. لو خفت من الخسارة عمرك ما هتكسب. الشاطر بس هو اللي بيكسب، واللي بيخسر مش بليد. طالما بيتعلم من الخسارة ازاي هيكسب في المرة الجاية. وبس كده.